قولولي كده يا أبطال، لو حد خبط عليكم الباب وانتوا لوحدكم تفتحوا ولا لأ؟ طب لو قالكم إنه مامتكم استنوا بقى، لأن في حدوتة النهاردة في حد حاول يخدع بطريقة ذكية جدا. بس يا ترى اللي جوه كانوا أذكى ولا وقعوا في الفخ؟ يلا نقرب أكتر ونبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في معزة طيبة قوي قلبها حنين، عايشة في بيت صغير دافي وسط الغابة، ومعاها 7 عيال صغننين زي القمر، بتخاف عليهم أكتر من أي حاجة في الدنيا. وفي يوم من الأيام قالت لهم: يا ولادي، أنا لازم أخرج أجيب لكم أكل، بس خلي بالكم اوعوا تفتحوا الباب لأي حد، خصوصا الديب المكار، صوته خشن زي الحجر ورجليه سودة وكبيرة. العيال قالوا بصوت واحد: حاضر يا ماما، ما تقلقيش. أول ما الأم خرجت، الديب كان مستخبي ورا الشجرة، مستني اللحظة يروح فيها بسرعة ويخبط على الباب، وقال بصوت خشن: افتحوا الباب يا ولاد، أنا ماما. العيال خافوا بس كانوا شطار، قالوا: لأ، انت مش ماما، صوتك وحش، انت الديب. الديب زعل واتنرفز وقال: ماشي، لما ارجع لكم تاني. راح الديب جري واكل عسل كتير علشان صوته يبقى ناعم، ورجع تاني وخبط: افتحوا يا حبايبي، انا ماما وجبت لكم اكل حلو. العيال قالوا له: طب ورينا رجلك من تحت الباب. الديب جري على الطحان وقال له يحط دقيق على رجليه علشان تبقى بيضة زي المعزة، ورجع تاني وخبط. العيال بصوا من تحت الباب، لقوا رجلين بيضة، سمعوا صوت ناعم، فواحد منهم قال: يمكن دي ماما بجد. وقبل ما يفكروا كتير فتحوا الباب. أول ما الباب انفتح، الديب دخل بسرعة وقال: دلوقتي هوريكم بقى. العيال اتفزعوا وجريوا واستخبوا، واحد تحت الترابيزة، واحد في الفرن، واحد في الدولاب، واحد ورا الستارة. لكن الديب كان سريع، واحد ورا التاني، لغاية ما أكلهم كلهم إلا أصغر واحدة فيهم، كانت مستخبية جوه ساعة الحيطة وساكتة خالص، حتى نفسها كانت مخبياه. وبعد ما شبع الديب، خرج ونام تحت شجرة كبيرة جنب النهر، وبدأ يشخر بصوت عالي. المعزة رجعت وهي فرحانة بالأكل، بس أول ما شافت البيت متبهدل قلبها وقع، وقالت: يا ولادي، فينكم؟ وفجأة صوت صغير قال: أنا هنا يا ماما. خرجت الصغيرة من الساعة وحكت كل اللي حصل. المعزة الأم مسحت دموعها وقالت: أنا مش هسيب ولادي. وخدت مقص وإبرة وخيط وراحت للديب وهو نايم، قربت منه بهدوء وفتحت بطنه بحذر، وفجأة طلعت 1 2 3 لغاية ما طلعت كل ولادها سالمين. حضنتهم وبستهم وهي بتعيط من الفرحة، وقالت لهم: أنا هعلم الديب درس عمره ما هينساه. وجابت حجارة كبيرة وملت بطنه وخيطتها تاني. الديب لما صحى حس إن بطنه تقيلة قوي، وقال: أنا عطشان لازم أشرب. راح للنهر، وأول ما قرب الحجارة شدته لتحت ووقع في المية وغرق. ورجعت المعزة وولادها البيت وهم بيضحكوا ويغنوا ويرقصوا ويقولوا: ماما رجعت وإحنا رجعنا والديب خلاص اختفى. من هنا نتعلم إن الذكاء أهم من القوة، واللي يسمع كلام أهله دايما بيكون في أمان. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا حدوتة جديدة كل يوم. تصبحوا على ألف خير يا أبطال.